ازيكم النهارده بقى مع قصه ليا مع ست الحبايب برضه، بس داخل معانا عم سيد. امي ما بتحبش في زباله تبات في البيت، ماشي؟ امين. وانا ما بحبش انزل ارمي زباله، فامي لو في زباله الساعه 10 بالليل كنت نزلت تخليني ارميها، وتخليني انزل ارميها ولا ايه. المهم خدتها الساعه 10 بالليل بالظبط، 10 بالدقيقه والثانيه نزلت رميتها. في عندنا حبيت كلاب حلوين كده تحت بيوجبوا معايا. باجي انزل ارمي الزباله بيوجبوا معايا بصراحه، بيخلوني من اول السلم لحد الزباله برميها، الله يبارك لهم يعني. خدت انا الزباله ونازله ارميها، الكلاب عاملين عليا دايره، انا مش عارفه اتحرك. عم سيد تحت بيتنا قاعد على طول 24 ساعه، فانا عمال اقول يا عم سيد يا عم سيد الكلاب، يا عم سيد اللي مش عارفه، وعماله انادي على امل ان هو المنقذ الوحيد ليا بعد ربنا. ما فيش غيره في الشارع الساعه 10. المهم ما عم سيد لا حياه لمن تولدش بيرد. انا قلت ان كان في كلب كده مربرب حب ملظلظ كده في وسط الكلاب اللي عاملين عليا دايره في الرمق يعني، فقلت يبقى كان عم سيد ولا حاجه، اصلي ما شاء الله يعني ملوا، قلت يبقى كان عم سيد. خلاص عم سيد البقاء لله بقى، وكنت اعيط وقعدت اقول يا عيني يا عم سيد كنت طيب والله، كنت بتنقذني من الكلاب. الف لكم بالزباله الاقي عم سيد الاقيه قاعد وعامل كده بالظبط. حتى انا بقيت ماشيه بصله كده، قلت له يا عم سيد، بقيت اقول له يا عم سيد يا عم سيد، عامل كده نفس الرياكشن. هنا بقى انا ايقنت ان عم سيد عايش جسد بلا روح، او عايش معانا عم سيد جسد كروح اتكلت على اللي خلقها، ما تخلصش على اللي خلقها. لقيته عامل كده قاعد عامل كده. وفي مشكله تانية، انا الحمد لله رميت الزباله وطلعت في سلام الحمد لله، ما كانش فيه اصابات كتيره. في حاجه تانية، كل ما يشوفني ويبقى فايق، يعني هو ما كانش فايق اليوم ده، لما بيبقى فايق بقى ويشوفني يا ايه يقعد يقول لي ينادي لي يا ايه، ويشوف امي يقول لها يا ام ايه، ويشوف اختي يقول لها ايه تقريبا لو يشوف ابن خالي يقول له يا ايه، يشوفنا كلنا يقول لنا يا ايه. المشكله مش هنا في ايه، ممكن اصلح له عادي، مع اني صلحت له اكتر من مره. المشكله ان هو لما بيقول لي ايه ببص له، يقول لي ايه اقول له ايوه يا عم سيد، يقول لي صباح الخير يا ايه، اقول له صباح الفل يا عم سيد، انا ايه. ولما جيت صلحت له، قعد مثلا يومين 3 كده 4 يلا، قال لي قعد يقول لي يا مريم، بعدها اليوم الخامس يا ايه. انا مش عايزه اصلح له تاني، لا ينسى مريم وايه وينادي لي بحنين بعد كده. انا ممكن ندخل في حنين كمان، يبقى الموضوع خرب خالص. بس ده عم سيد بقى اللي تحت بيتي، ان انا كل مره اقول له انزل عنده، وانا لو نزلت له من الدور الرابع عندنا والله ما هيحس بيا، مش هيبقى قاعد عامل كده، يبقى قاعد عامل لنا كده. الكلاب كانت عامله عليا دايره وعماله انادي عليك بستنجد بيك، ده انت راجل كباره. كل ما حد يعمل لي حاجه في البيت اقول له هنزل لعم سيد، بكبرك في بيتنا، وهو قاعد عامل كده. انا قلت والله الكلب كاله ولا استشهد ولا حصل له اي حاجه بعيده، استبعدت خالص انه يكون قاعد، شلتها من دماغي انه قاعد ده. بس بقى ورميت الزباله وطلعت على خير. بس يا عم سيد انا عارفه انك مش هتشوف الفيديو عشان كده بعمله، بس يا عم سيد مش هنساها لك، مش هنسالك اني كان معمول عليا ديره وانت قاعد عامل كده، مش هنساها لك.